يعني من اول ما تسمع الفيديو ده بعد ما تكون روحت من امتحان البلاغه على طول ادخل على طول على التفسير، ما تنامش وما تضيعش اي وقت في الفاضي. خلاص دول اخر يومين انت هتذاكر فيهم في ثالثه ثانوي، خلاص الموضوع بيخلص. وقبل اي حاجه برضو ما تنساش تطمنا في الكومنتات عملت ايه في امتحان البلاغه، والقطعه بالذات كانت سهله ولا صعبه، يعني متكرره مثلا من امتحانات السنين اللي فاتت ولا حاجه جديده. وبجد انا فرحان جدا من كل قلبي ان انا كنت معاكم طول الفتره اللي فاتت ديت وحاولت اساعدكم على قد ما اقدر. مساء الخير، ازيكم ابطال ثالثه ثانوي؟ عاملين ايه؟ يا رب طبعا تكونوا بخير. خلاص الرحله بتخلص، الماده اللي جايه على طول اللي هي التفسير، اخر امتحان في ثالثه ثانوي، اخر مره خلاص هتذاكر في السنه. حابب اقول لك كلمتين بس قبل الامتحان ده. تعتبر بقالك شهر ولا شهر ونص بتمتحن اهوت، فتعبت وجبت اخرك، بس ده مش مبرر انك تاثر في اخر ماده. اخر ماده زي اي ماده بتتذاكر عادي جدا، يعني لو انت حاطط في دماغك ان اخر ماده ما بتتذاكرش فلا، ده مش في ثالثه ثانوي بالذات يعني. ومهما حصل في ال 13 امتحان اللي فاتوا، سواء حليت كويس في كل الامتحانات او حليت كويس في بعض الامتحانات والبعض التاني عكيت فيه، فده مش مبرر انه يأثر على نفسيتك في الامتحان الاخير اللي هو امتحان التفسير ده. ما تضيعش تعب طول السنه او طول فتره الامتحانات ده في انك ما تذاكرش كويس لليله امتحان التفسير. انا عارف ان اخر ماده ديت اغلبكم بيبقى خلاص تعب وجاب اخره، بس لازم تذاكرها وتيجي على نفسك. معلش خلاص دول اخر يومين انت هتذاكر فيهم في ثالثه ثانوي، خلاص الموضوع بيخلص. فدلوقتي بكل بساطه كده هقول لك تعمل ايه في اليوم ونص اللي قبل التفسير دولت. بس قبل ما اقول لك تعمل ايه بالظبط، يا ريت طبعا تعمل لايك للفيديو وتشيره لاصحابك كلهم علشان يستفيدوا، والفيديو ده يوصل لاكبر عدد من طلاب الثانويه الازهريه عشان يعرفوا هيعملوا ايه في ليالي امتحان التفسير. وقبل اي حاجه برضو ما تنساش تطمنا في الكومنتات عملت ايه في امتحان البلاغه، والقطعه بالذات كانت سهله ولا صعبه، يعني متكرره مثلا من امتحانات السنين اللي فاتت ولا حاجه جديده. ولو حاجه جديده فكانت سهله وبتتحل عادي بسهوله، ولا كان الموضوع صعب. فيا ريت فعلا تطمنونا كده الامتحان اللي قبل الاخير ده عدى معاكم ازاي. غير رغي كتير بقى، نخش في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليكم. بالنسبه اول حاجه لتقسيم الماده، انت معاك يوم ونص، فالنص يوم بتاع النهارده ده ذاكر فيه المنهج كويس جدا، عيد قراءه المنهج تاني كويس جدا بتركيز في النص يوم ده اللي هم الاربع صور. وبكره اليوم كله من اوله لاخره معاك، انت بس هتحل امتحانات شامله اللي هي الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت. عايز قبل ما تحلهم تحل اسئله كتاب المعهد، تمام عادي جدا مفيش مشكله، هيبقى احسن لك طبعا. يعني مش عايز تحلهم برضو عادي جدا مفيش مشكله، كفايه امتحانات السنين السابقه. بالنسبه بقى لاهم الحاجات اللي تركز عليها في التفسير، اهم حاجه ويعتبر اصلا هي كانت اصعب حاجه في التفسير واكتر حاجه كانت مسببه لكم مشكله، وهي الاعرابات. فلو الاعرابات اصلا انت مش مظبطها في فتره المراجعه فركز عليها جدا في النص يوم اللي هو بتاع النهارده ده. يعتبر الاعرابات هي اهم حاجه واكتر حاجه بتلخبط، ده بعيدا يعني طبعا عن بقيه الصوره يعني والتعريفات وما ترشد الى الايات والكلام ده كله. بالنسبه بقى لعدد الامتحانات اللي لازم تحلها بكره، او اقل عدد امتحانات يعني لازم تحله، اقل عدد امتحانات لازم تحله هو 20 امتحان. وزي ما قلت لك قبل كده بقيه المواد الشرعيه الموضوع فيهم مش صعب، بس اهم حاجه انك تكون مذاكر الماده كويس جدا. وبرضه لو كنت سايب للتفسير عدد ايام من ايام الفيزياء يعني كنت ذاكرتها فيها، فهيبقى الموضوع كويس جدا معاك. انما لو ما سبتلهاش فعادي جدا، النص يوم بتاع النهارده ده كافي جدا، والامتحانات اللي انت هتحلها بكره كافيه جدا يعني. وعلى فكره بكره تقدر تحل اكتر من 20 امتحان شامل، الموضوع مش صعب. الامتحان الواحد اللي هو بتاع السنين السابقه يعني لو انت مذاكر كويس مش هياخد في ايدك حرفيا نص ساعه، نص ساعه ده اصلا ده هتبقى كتير عليك لو انت مذاكر يعني، انما عادي جدا هتحله في وقت اقل من كده. فلو جيت تحسبها هتلاقي ان انت حرفيا ممكن تقفل كتاب المرشد ده اللي هو امتحانات السنين اللي فاتت كلها، وممكن كمان تدخل على امتحانات الادبي. بس الموضوع محتاج تنظيم وقت وانك ما تضيعش وقتك في الفاضي في اي حاجه. يعني من اول ما تسمع الفيديو ده بعد ما تكون روحت من امتحان البلاغه على طول ادخل على طول على التفسير، ما تنامش وما تضيعش اي وقت في الفاضي. وهيتفضل لك وقت تنام بالليل عادي جدا، ما تروحش الامتحان مطبق ولا تطبق حتى النهارده. انما لو الموضوع لسه مش احسن حاجه معاك وانت كنت مقصر في التفسير قبل كده، فلو هتطبق عادي مفيش مشكله، ده اخر كام يوم هتذاكر فيهم في ثالثه ثانوي، فعادي بس اشرب قهوه كتير كده وظبط دنيتك وما تقلقش من حاجه. وطبعا مش محتاج اقول لك انك تحافظ على قيام الليل وتدعي ربنا يسترها معاك في الامتحانات اللي فاتت يعني، او لو انت كنت حاسس انك هتغلط كتير فربنا يكرمك يعني وما تغلطش الغلطات دي كلها. وبس حرفيا السنه جريت في ثانيتين وفتره الامتحانات جريت في ثانيه، فالسنه عدت سواء بقى بحلوها او مرها، الحمد لله انها عدت وخلاص، فاحمد ربنا كده. وبجد انا فرحان جدا من كل قلبي ان انا كنت معاكم طول الفتره اللي فاتت ديت وحاولت اساعدكم على قد ما اقدر. وحاجه اخيره بس، بما ان ده اخر فيديو هينزل، فعلشان اطمن عليكم عملتوا ايه في امتحان التفسير، هتدخل قناه التليجرام من اللينك اللي تحت في وصف الفيديو علشان ابقى اطمن عليكم بعد امتحان التفسير. بس كده ده كان حرفيا كل ما يخص ليالي امتحان التفسير. فما تنساش تشير الفيديو ده لاصحابك كلهم علشان يستفيدوا ويعرفوا هيعملوا ايه في اخر ماده ديت، وتعمل لايك للفيديو علشان ينتشر ويوصل لاكبر عدد من طلاب الثانويه الازهريه. وكان معكم دكتور محمد عزازي، طالب في الفرقه الاولى طب ازهر دمياط. اشوفكم الفيديو الجاي. معرفش الفيديو الجاي ده هيبقى امتى الصراحه يعني، بس اشوفكم قريب.